كنت متعرف بحضرتك. محمد العجمي. أنا بورسعيدي. وأول مرة على فكرة أزور المكتبة دي. هي حاجة بجد تفرح، والمفروض إن احنا نعمل توعية للناس في بورسعيد عليها. أحلى حاجة شدتني هنا في المكتبة دي إن أسعارها كويسة جدا، ومقسمين الكتب على حدد على حسب ال- الأعمار السنية. يعني في كتب للأطفال، في كتب للشباب، في كتب للناس الكبيرة، في المثقفين، وفي للي عاوز يعرف أي حاجة عن أي حاجة. تمام. فهي فكرة كويسة جدا. أنا بنصح الناس اللي هي تيجي تتفرج وتشوف والأسعار كويسة جدا. يعني حضرتك لو بصيت كده هتتلاقي ب3 جنيه قصص أطفال يعني، وب5 جنيه. فحاجات رمزية، مش مكلفة الأسرة، وتعرف الناس بحاجات وعلوم ممكن ما يكونوش يعرفوها عن طريق الإنترنت. يعني في هنا حاجات، أشعار لهشام الجح والراحل أحمد فؤاد نجم، وفي كتب عن الأستاذ مصطفى محمود. برضو في حاجات كويسة جدا ممكن ما تكونش موجودة، ممكن تكون معدومة، مفيش أرشيف ليها. انا بنصح الناس انها تيجي تتفرج. بجد يعني حاجه تفرح. هو هي اكتر نوعيه للكتب عجبتك في المعرض يعني؟ اكتر نوعيه كتب عجبتني، في كتب اسلاميه كويسه جدا جدا. يعني الكتب الاسلاميه دي ممكن الناس قليل ان هي بتتكلم دلوقتي عن الفقه الاسلامي والشريعه الاسلاميه. كل اللي بيتكلم اسلام سياسه بس. فرصة كويسة ان انت تقرا الكتب دي، ممكن ما تكونش موجودة اصلا ولا حد بيتكلم عنها. الكتب دي ممكن تعرفك اسلوب حياة الاسلامية الصحيحة. ف ادعوكم ان انتوا تشوفوها برضو. وكتب عن الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه، دي برضو ممكن تكون مش موجودة. بس يعني انصحكم ان انتوا تشوفوا المكتبة دي، بجد حاجة تشرف. شكرا لك. شكرا.